السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح طلع تقرير بيتكلم عن القروض والتسهيلات البنكية اللي بتتقدم للأهلي والزمالك. الأهلي بيتقدم له حوالي 2 مليار جنيه بالظبط، مليار 987 مليون جنيه، يعني 2 مليار جنيه. على الناحية التانية الزمالك بيتقدم له 217 مليون جنيه. انت شايف الفرق ده؟ انا بكلمك في ايه؟ دي في قروض وتسهيلات بنكيه. قيس على كده بقى كل الخدمات اللي بتقدم للاهلي والزمالك. شايف الفارق الرهيب ما بين الاهلي وما بين الزمالك؟ ورغم عن ذلك انت مطالب انك تنافس، مطالب انك تنافسه في كل البطولات، ويتحفل عليك من جمهور الاهلي لو الزمالك خسر مباراه او خسر بطوله قصاد الاهلي. انا هنا مش بدي لك عذر ان احنا هنخسر بطولات، لكن انا بقول لك خلي بالك، شوف كميه الدعم المادي اللي بيتقدم هنا وكميه الدعم المادي اللي بيتقدم هنا. شوف التسهيلات اللي بتتقدم هنا من اتحاد الكوره للانديه زي الاهلي والزمالك، هتلاقي الاهلي فارق بسنين ضوئيه مش عن الزمالك بس، ده عن كل فرق الدوري. الاهلي بيتاجل له ماتشات زي ما هو عايز، الاهلي بيتعين له حكام زي ما هو عاوز، الاهلي بيتحدد له ملاعب زي ما هو عاوز. ففي الاول وفي الاخر انت مطالب ان انت تبقى منافس للاهلي اللي المنظومه كلها واقفه في ظهره. تخيل فرق المبلغ اللي مقدم، 2 مليار جنيه ل 250 ولا 270 مليون جنيه، 217 كمان، 220 مليون جنيه. يعني كارثه يا جماعه، كارثه. انت النهارده بتقول طيب الانديه والكره المصريه يا باشا الكره المصريه عمرها ما هتتقدم بالشكل ده. الناس في ماتش الزمالك والمحله الاخير كلها طالعه بالزمالك السما، وكسبنا المباراه، والناس فرحانه لان كان في جمهور وكان في روح كده، وحسيت ان انت رجعت للدوري فعلا، حسيت ان انت عندك دوري وعندك تنافس وعندك مسابقه لمجرد ماتش واحد بجمهور. دلوقتي لم كل الفلوس وكل عوائد البث وكل الاعلانات وكل الحاجه اللي تخص اي جمهور، زي يعني كأن مفيش اي جمهور في مصر غير عند النادي الاهلي. الزمالك ما عندوش جمهور، ولا الاسماعيلي عنده جمهور، ولا المصري عنده جمهور. محافظات بتمثل انديه عريقه. وكان لما الاهلي يروح يلعب في بورسعيد والزمالك يروح يلعب في اسماعيليه والمحله وبلديه المحله والمنصوره والاتحاد، الفرقه دي كلها اندثرت. عشان ايه؟ عشان النادي الاهلي يطلع اعلامي زي احمد شوبير يقول لك الاهلي فخر لمصر وفخر لافريقيا، والاهلي اقوى مش عارف ايه في القاره وهو ريال مدريد افريقيا. يا كابتن لو فرقه درجه رابعه، تاني الكلمه اللي بقولها في كل بس، اتقدم لها الدعم اللي بيتقدم للاهلي هتاخد افريقيا. لو فرقه درجه رابعه اتقدم لها الدعم اللي بيتقدم من الاتحاد الافريقي، من تظبيط مسابقات ومن تعيين حكام ومن رجاله الاهلي المزروعين في الاتحاد الافريقي واتحاد كره القدم في مصر واتحاد مش عارف ايه واللجنه ايه، يا جماعه هي يعني ده تشكيل، ده تشكيل بيخدم على النادي الاهلي بس، تشكيل بيخدم على النادي الاهلي. مجرد ان الاهلي خسر 4 نقط من الاتحاد السكندري والبنك الاهلي، بدات المشاكل تظهر، بدات المشاكل تظهر. والفارق اللي في الفلوس الرهيب ده ما مش ظهر ليه بقى؟ لان الفلوس مش هتخدمك طول ما في بطوله فاشله. يعني انت اصلا انت اكتر نادي هيعاني في ظل المنظومه الفاشله ديت هو النادي الاهلي. لسبب، لانك انت بتاخد فلوس في ظل منظومه فاشله، في ظل منظومه اصلا انت مش عارف اصلا تتصرف ازاي. عندك فشل في ان انت تجيب لعيبه محترفين. تعالى بس هات لي ورقه وقلم كده واحسب لي ازاي الاهلي فشل في استقطاب محترفين على مستوى عالي خلال اخر 10 سنين. لو في حد بيحاسب على الفلوس دي وعلى المبالغ المهدره اللي الاهلي بيهدرها ديت، انت هتشوف كوارث. ورغما عن ذلك ورغما عن كل المبالغ اللي الاهلي بياخدها ديت، تسمع يقول لك الاهلي عنده عجز. طب لما الاهلي عنده عجز يبقى الزمالك يبقى عنده ايه؟ الاسماعيلي اللي خلاص هيهبط درجه ثانيه ده يبقى عنده ايه؟ المصري يبقى عنده ايه؟ الاتحاد يبقى عنده ايه؟ يا جماعه انتوا حرمتوا كل الانديه ديت من حقوقها عشان النادي الاهلي يبقى في المنظر اللي انت شايفه ده، عشان كل الدول تبص على الدوري بتاعك على اساس انه دوري فاشل ودوري ضعيف ودوري مش موجود على الخريطه. بسبب ايه؟ الدعم المطلق لنادي واحد بس اسمه النادي الاهلي. ولما بيلعب مع اي فريق، الاعلام يا رجل، الاعلام دلوقتي ما فيش اعلامي في مصر عنده ضمير يقدر يقول كلمه حق الا من رحم ربي. ما فيش اعلامي في مصر يقدر يقول كلمه حق
يا راجل ده الاهلي بيكون عليه ضربه جزاء ما يقدروش يتكلموا عليها، وهي هي نفس ضربه الجزاء بتبقى للاهلي، بيصرخوا لما يطلع هنا اعلامي زي احمد شوبير عامل انا اسف زي خالتي فرنسا في الفيلم بتاع عبله كامل لمنى زكي، تمام، قاعد بيردح على القناه ويلقح على الزمالك، واحنا مش هننزل المستوى ده وما يستاهلوش والزمالك. وانا ممكن اقول لاحمد سالم مش عارف ايه. يا جماعه انت بتردح على كابتن شوبير، انت بتردح على كابتن شوبير. وانا مش عارف فين الوزير خالد عبد العزيز اللي احنا قلنا الراجل ده صاحب تصريح الدواعي الامنيه ان النادي الاهلي لما بيكسب الناس بتبقى سعيده ومبسوطه وفرحانه بفوز النادي الاهلي. الراجل ده هو المسؤول عن الاعلام دلوقتي، فما تنتظرش خير، ما تنتظرش خير. فانا بس بتكلم في جزئيات انت لازم تبقى عارف احنا واقفين فين. هننتقد فرقتنا وهننتقد مجلس ادارتنا وهننتقد المدير الفني وهننتقد الجهاز الاداري، لكن انا برضو وانا بنتقد وانا بصلح في فرقتي لازم تبقى عينيا على المنافس، لازم تبقى عينيا عن اتحاد الكوره اللي بدأ بكارثه ان هو يسرب عقوبات ضد جوميز من السنه اللي فاتت 6 مباريات عشان الكابتن احمد شوبير وعشان قناه الاهلي اعلنت ان في عقوبات على جوميز وعلى مروان حمدي. انت بتحاسبني على الاتحاد اللي فات وبتحاسبني على السنه اللي فاتت. هو في دوري في العالم بالمهازل دي؟ هي في مسابقه في العالم بالمهازل دي؟ وفي الاخر تيجي تكلمني وتقول لي اصل المسابقه والدوري المصري والرجوع لعهد الدوري المصري. الدوري المصري طول عمره فيه الكوارث دي، بس ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه اعلام وما كانش فيه يوتيوب وما كانش فيه فيسبوك وما كانش فيه تويتر وما كانش فيه المنصات اللي بتفضح الناس دي. انا بس لازم اكون عارف وانا بنتقد فرقتي وانا بطالب بصفقات ان انا الفرق المالي ما بيني وما بين الاهلي رهيب. انت طالع تقول كده عشان بتدافع عن الكابتن حسين لبيب ومجلس الاداره. اصل انت داعم يا حسن لمجلس الاداره، انا داعم لمجلس الاداره في الحاجات اللي تتعمل صح، في الحاجات اللي تتعمل صح. لا انا اجيب لعيب زي ناصر ماهر، اجيب لعيب زي عبد الله السعيد، اجيب لعيب زي بنتايك، اجيب لعيب زي محمد شحاته، اجدد عقد حد، افك القيد اوكي ده كله انا مؤيد ليه. لكن في حاجات كتيره جدا انا بقول لا ما ينفعش الكلام ده، وده لازم يبقى انت منهجك ومنهج اي زملكاوي. يا جماعه احنا الجاب بيوسع ما بيننا وبين بعض كزملكاويه. احنا دلوقتي ممكن تخش انت، اكلمك عن نفسي، حسن ده يا جماعه مؤيد لمجلس لبيب، انا مؤيد لمجلس لبيب في الحاجات اللي يعملها صح، وكنت مؤيد لمجلس مرتضى منصور ولمرتضى منصور في الحاجات اللي بيعملها صح. تاني، مرتضى منصور لما جدد لزيزو انا طلعت وقلت برافو مرتضى منصور، لان الوحيد اللي جدد لزيزو هو مرتضى منصور. ومش هنسى لما كنا كسبنا الاهلي 2 1 او 2 1 او 2-0 في نهائي الكاس وهم بيسلموا اللعيبه الميداليات، زيزو طلب من مرتضى منصور قال له انا عايز اقعد، قال له خلاص هتقعد. الكلام ده على الستيج اللي هو بيسلموا عليه الميداليات. فانا قلت ان بطل تجديد زيزو المره اللي فاتت هو مرتضى منصور، طلعت وقلت كده. لكن كل الحاجات اللي حصلت والاستغناء عن اللعيبه وعن طارق حامد وعن مصطفى فتحي وعن ابو جبل وعن لا لا، انت دلوقتي خلي بالك انت في حاجات بتحصل غلط فانا هتكلم في الغلط، وفي حاجات بتحصل صح هتكلم في الصح، سواء مع كابتن حسين لبيب، سواء مع المستشار مرتضى منصور، سواء مع الجن الازرق. انت لازم تتعامل مع الزمالك من المبدأ ده. اصل انا مقتنع جدا بمرتضى منصور فانا هدافع عن مرتضى منصور في الصح والغلط، غلط. اصل انا مقتنع بحسين لبيب فانا هدافع عن حسين لبيب في الصح والغلط، غلط. وانا بكلمك اهو وانا من الناس اللي مقتنعه بحسين لبيب وبوجود حسين لبيب في المرحله ديت، لان حسين لبيب في وجوده في المرحله ديت مهم جدا لصالح نادي الزمالك. والحاجات اللي بيعملها صح هقول عليها صح، والحاجات اللي بيعملها غلط هقول عليها غلط. زي الناس لما اتكلمت الفيديو اللي فات عن مستريح الزمالك اللي اسمه شريف افندينا، الناس بدات تدخل بقى وتقول المجلس المسؤول عن المصيبه وعن النصبايه ديت، الولد ده اصلا تبع المجلس وهو واخد فلوس من المجلس والكلام ده. كل ده كذب يا جماعه، كل ده كذب وافتراء، وقسما بالله كل ده كذب. لا خد فلوس من المجلس ولا حد من المجلس عارفه. كان بيدعم المجلس، بيدعمهم، كان بيدعم وكان بيتصل على الناس كان بيتصل على الناس عشان اخبار. كان انا ده كله انا مش هقدر اقول لك لا. لكن في الاخير هو في الاول وفي الاخر راجل كان بيطلع معاهم على كلاب هاوس او معاهم على سبيس على تويتر زيه زي اي حد.
زيه زي اي حد. فانا اللي انا عايز الصق التهمه بقى بالمجلس في نصاب زي ده. طيب ما هقول لك على حاجه، كان في واحد قبل كده اسمه هاني برضو، كان برضو نفس الحكايه، استغل طيبه الناس وخد من الناس فلوس، وكان هو قبل كده مؤيد للمستشار مرتضى منصور. هل هو مسؤول عنه؟ لا. اللي مسؤول عنه اللي اداله فلوس، واللي اداله فلوس ده ممكن يكون مثلا تحت تاثير صعبانيات، وانا امي تعبانه وانا عندي مقاولات اللي بيحب ياخد فلوس من حد وبيستحل فلوس حد بالحرام عنده اساليب كتيره جدا. فبلاش نلصق ده بحسين لبيب، او نلصق ده بمرتضى منصور، او نلصق ده بحسن حماده، او نلصق ده مش عارف بمين. كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن نفسه. لازم تكون فاهم الكلام ده كويس جدا. وما تخلوش يا جماعه الصراعات اللي موجوده تخليكوا عالم ما عندكوش ضمير، ولا عندكوا اخلاق، ولا عندكوا ادب، ولا عندكوا شرف الخصومه حتى. لانك انت تيجي اصل فلان ده تابع للنصابين، اصل فلان ده، وطلعنا بقى من الكوره، وطلعنا من الزمالك، وطلعنا من الاهلي، وطلعنا من الحاجات ديت لشويه لواحد استحل فلوس ناس بالحرام. انت بتحاسب مين؟ هتحاسب حسين لعيب على واحد نصاب لدرجه ان هو زملكاوي وكان بيتواصل وكان الناس كلها بتطلع وكان بيكتب بوستات وكان بيكتب تويتات وكان بيعمل مش عارف ايه؟ ده كله يا جماعه الكلام لو سمحتوا اتقوا ربنا في الكلمه اللي بتخرج من لسانكم. اصل دي شهاده انت ستحاسب عليها لما تشوف بعينك. لان في الاوقات اللي زي كده يقول لك اسمع، ده نصب على الناس في 35 مليون جنيه، ده نصب على الناس في 700 الف جنيه. في نصب، في نصب حصل، وفي فلوس حد استحل فلوس مش من حقه، حصل الكلام ده. لكن بلاش تصفيه الحسابات توصل بينا للدرجه دي، بلاش تصفيه الحسابات توصل بينا للدرجه دي. تاني ارجع للكوره وارجع لمباريات اللي حصلت الاسبوع اللي فات. الزمالك لعب مع المحله في مباراه من الزمن الجميل. انا شفت ان الزمالك بيلعب كوره في الملعب، لا اللعيبه فايقه. عندك نواقص، عندك ناصر ماهر، وعندك المسلوسي، وعندك شيكابالا، عندك ناس كتيره من التشكيله غايبه. لكن رغم عن كده احنا كسبنا وقدرنا ان احنا نعمل مباراه هايله على المحله في المحله. على فكره ماتش صعب جدا، وكسبنا برباعيه رجعتنا وادتنا الثقه ووقفتنا على رجلينا من تاني. ان شاء الله رايحين انيمبا نيجيريا في نيجيريا نقدر ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه عشان نكمل في الصحوه اللي احنا بادئينها. جوميز خلاص استقر على ايجاريا، وايجاريا معمول له عقد في حوالي 150 مليون دولار بيجدد في حاله التالق، والراجل مصر عليه، والراجل عايز الراجل ده. طب احنا محتاجين جناح يا حسن ومحتاجين مهاجم، هو الراجل اللي بيطلب والراجل اللي عاوز. الراجل ده لما حدش يعني يجيب له اللعيبه اللي هو عاوزها هيطلع يتكلم. لكن انت هتكلم حد من الاداره هيقول لك يا باشا جوميز هو اللي طالب اللعيب ده ومش عايز غير اللعيب ده. هسمع كلامك انت ولا هسمع كلام جوميز؟ فهتسكت نفس الصمت اللي انا صمته ده. لكن انا شايف انا محتاج لعيبه، انا محتاج لعيبه. وعوده الونش للدفاع الماتش اللي فات كانت حاجه يعني. ونش هو نازل الملعب كده، انت هتبص على الونش وهو نازل، وزيزو في اخر الملعب من الناحيه الثانيه عند ال 18، وزيزو بيسقف مع الجمهور والونش نازل في روح بين الونش وبين اللعيبه يعني حاجه محترمه. والونش ده يعني انا شايفه من وجهه نظري انا ده قائد الفرقه الحقيقي، اللي هو دايما راجل وعنده العرق في التمرين والالتزام وحس اللعيبه على البذل اكبر مجهود في الملعب. هو ده القائد. واتمنى الونش ربنا يبعد عنه الاصابات الفتره اللي جايه، ولو استعاد بس يا سيدي نص مستواه الزمالك هيفرق يعني معانا جامد خلال الفتره اللي جايه. طيب هنروح تاني لنادي الاهلي. طب انت بتتكلم عن النادي الاهلي ليه؟ لان قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي محتواها دلوقتي انت عايز تشوف اخبار الزمالك روح شوف في قناه الاهلي، هتلاقيه بيسرد بقى وبيقول وبعيد ومهتم باخبار الزمالك اكتر من قناه الزمالك نفسها. كابتن احمد شوبير دائم التلقيح على نادي الزمالك وعلى مجلس اداره نادي الزمالك، والراجل بيقول ان الناس ديت ما تستحقش اي كلام مننا وما يستحقوش اللي احنا نذكر اسمهم. وانا مش عارف فين تاني هكمل كلامي، فين الوزير خالد عبد العزيز اللي هو ماسك الهيئه الوطنيه للاعلام؟ هل انت جاي عشان تنفذ اجنده اهلاويه؟ هل انت جاي عشان شوبير يلقح على الناس؟ هل انت جاي عشان الناس تنام مبسوطه وسعيده وفرحانه؟ لو حضرتك جاي عشان كده عرفنا، لو حضرتك جاي عشان كده عرفنا هي الامور بتمشي ازاي. عرفنا هل الاعلام في مصر هيبقى المبدأ بتاعه الردح والتلقيح؟ لو كان كده مش نكلم الكابتن حسين لبيب ونكلم الناس في الزمالك يتأجروا 2 من اللي هم الناس الرداحه ديت من الحواري والحاجات الصعبه دي ونجيبهم في نادي الزمالك ونعمل لهم استوديو ويردحوا زي شوبير.
ويردحوا زي شوبير. ان انت في الاول وفي الاخر بتتكلم على اعلامي ما بيمارسش كل الاساليب المهنيه في الاعلام عشان يقعد على الكرسي اللي هو قاعد عليه ده، وراس ماله الريتش بالنسبه له ان هو يشتم في الزمالك ويلقح على الزمالك. طب انت يا كابتن شوبير، المشكله اللي حصلت مع الشناوي وامام عاشور، ما كان امام عاشور عندك قبلها باسبوع؟ ما يمكن انت اللي حرضت امام عاشور على الشناوي. سؤال بيتقال من الناس، ما يمكن انت اللي حرضت امام عاشور على الشناوي؟ ما يمكن انت النهارده اللي خليت ابنك يعمل مصاب عشان ما يقعدش احتياطي للشناوي في ماتش اورلاندو بايرتس؟ ما دي اسئله برضو احنا لازم نسالها. كابتن محمد رمضان اللي هيقال من منصب مدير الكره عشان امام ابننا انتصر عليه، المبادئ فين والاخلاق فين؟ وتقول اصل محمد رمضان زاهد في الكرسي. لا مش زاهد يا كابتن، مش زاهد يا كابتن، ده فشل في مهمته يا كابتن، وفشل في السيطره على اوضه اللبس يا كابتن. فانت قلت على فكره الكابتن محمد رمضان كده زاهد في المنصب وهنجيب حد مكانه. صعبان عليك تقول الراجل فشل واحنا مش قادرين على اللعيبه ديت، وامام عاشور وكهربا انتصروا على محمد رمضان؟ مش صعبان عليك تقول الكلام ده؟ امام عاشور وكهربا بيعملوا اللي هم عاوزينه في النادي الاهلي، ومش قادر تاخد معاهم قرار. عارف ليه؟ خوفا من سوشيال ميديا الزمالك. والله الاهلي ما عارف ياخد قرار مع الناس دي خوفا من سوشيال ميديا الزمالك. سوشيال ميديا الزمالك اللي اقالت محمد رمضان من منصبه، هم اقالوه يا حسن، هيقلوه. وخليك فاكر الفيديو ده، هيقلوه وهيمشي محمد رمضان. وامام الزملكاوي اللي شتم عيله صالح وشتم شوبير وشتم حسن حمدي وشتم الخطيب وشتم الاهلاويه هو اللي كلامه هيمشي. وسلم لي على المبادئ. انا عاوزك تسلم لي على المبادئ وتعظيم سلام للمبادئ. امام عاشور الزملكاوي لما دخل الاهلي داس على المبادئ وداس على على الكذبه اللي هم شغالين بيها بقالهم عشرات السنين، بيضحكوا بقى على شويه الغلابه. امام فرحان بامام، فرحان بامام، انا فرحان بامام. زملكاوي زيي دخل عندك دمر كل حاجه. مش انت بقى قاعد بقى وعايز تعمل نفسك دمك خفيف على الزمالك وانت الراجل؟ قول لنا يا باشا ابنك ما راحش جنوب افريقيا ليه؟ مصاب؟ الناس بيقولوا كذاب، وان هو مش عايز يقعد للشناوي بتحريض منك. وناس بيقولوا انت اللي حرضت امام عاشور على عمل خناقه هو وكهربا مع محمد الشناوي. ماشي. فيعني انا بس عشان تبقى الامور واضحه للناس، حبيت بس اقول الكلمتين دول في الفيديو، واوضح ان سهل جدا ان انت تبقى زي شوبير، لكن صعب ان انت تقدم اعلام محترم في قناه محترمه. السلام عليكم.